حبايب قلبي، اهلا بكم في اولى حلقات وبس كده. لو بتشوفني على اليوتيوب سبسكرايب، فعل الجرس. لو بتشوفني على الفيسبوك لايك وكومنت وشير. لو بتشوفني على التيك توك تدوس متابعه وتعمل قلب وتدوس على السهم، تلاقي 3 نقط تدوس عليهم وبس كده. فن اختيار التوقيت يا صاحبي. ملعوبه يوم 6 اكتوبر، اجازه، كل الناس قاعده في البيت فاتحه النت، متابعه الفيسبوك. فأي حاجة هعملها هتتشاف وتعيط وتدمع، تعاطف معاك ونقول أصل عم صوت نصب عليك. يا جدع 200 مليون اشتري بيها علف دولار. طب لما انت جايب علف ب 200 مليون، انت عندك بيان بكام؟ عم صوت باع المحل ب 300 مليون جنيه. بعت المحل ب 300 مليون جنيه عشان خاطر انت مديون ب 200 مليون جنيه، وانت اصلا عندك فرع في السعوديه باضعاف اضعاف اضعاف الرقم بتاع مصر. طب ليه بقى يا ابو المصابيح ما نقولش ان انت عايز تخلع من الضرايب، تلبس الراجل الزبون اللي خد المكان ب 300 مليون في الضرايب وحلال عليه الارض والمباني ودي. ومش بس كده، لا ساعة الخط الساخن ولا ساعة الصفحة، وخليت العمال اللي كانوا شغالين معاك من الأساس في الفترة التحضيرية اللي انت بتحضر فيها عشان تفتح مكان جديد شغالين في المكان الجديد مع الملك الجديد، ومرتباتهم طالعة لحد ما بس تخلص تشطيبات المكان الجديد. وفي الآخر تقول دي دعوة أم. يعني انت أمك غير أمهاتنا احنا. الأمهات اللي عندنا احنا دي مش شغالة. الأمهات اللي عندنا احنا دي مثلا تصلي في جبلة غلط. يا عم انت بتحكي في ملايين الملايين الملايين بهايم بس بمليار و 800 مليون. كفايه تمثيليات. انت عارف ومتاكد ان الشعب المصري ده شعب عاطفي للغايه ولبس اللعبه بتاعته. بس رواد السوشيال ميديا مش هتسيبك. ناس ما وراهاش اي شغلانه، ما فيش اي شغلانه وراهم غير ان هم يقعدوا يتفصصوا كده ويجيبوا الموضوع من اخره لحد ما قطعوا عليك واتكشفت. بس